ده شكل الحشوة من جوه بالشكل ده اهي، ولونها من تحت بالشكل الجميل ده اهي. اتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هعمل لكم صينيه جلاش بطريقه جديده سهله وبسيطه. والجلاش ما كلفنيش والله الا لفه الجلاش لوحدها دهيا ب 12 جنيه ونص، والكنافه برضو زيها ب 12 جنيه ونص، يعني مش مكلفه حاجه خالص. هتعمليها لاولادك في بيتك بطريقه سهله احسن ما تشتريها. وفري واعملي في البيت احسن ما تشتري من بره. النهارده هعمل لك صينيه الجلاش بطريقه سهله وجميله وبسيطه. معانا لفه جلاش اللي هي نص كيلو اهيت، معانا كنافه، ومعانا دقيق بسبوسه. دقيق البسبوسه ده حمرناه في شويه سمنه، بس ما تشيليش ايدك منه اكنك انت بتحمري شعريه بالظبط. هتدارك تقلبي فيه لحد ما يديكي اللون الذهبي. ومعانا الكنافه نفس الهيئه نفس الطريقه. معانا نص كيلو كنافه. هتدانك تحطيها في الفريزر وتفكيها، وبعد كده تحطي عليها شويه سمنه وتحطيها على البوتاجاز. وتدانك تحمري فيها، ما تشيليش ايدك منها علشان ما تلسعش منك. هتدانك تحمري فيها اكنك بتحمري شعريه بالظبط، هتطلع باللون الذهبي الجميل ده هو اهي بالشكل ده كده. ومعانا الشربات طبعا، كوبايتين ميه، كوبايتين ميه على كوبايتين سكر، وعصرة ليمونة. دي الكنافة حطينا عليها معلقتين 3 شربات من الشربات اللي احنا عملناه. ونفس الطريقة البسبوسة حطينا عليها معلقتين 3 شربات من اللي احنا برضو عملناه. هنبدأ بسم الله، نبدأ في الطريقة هنعملها مع بعض ان شاء الله. احنا غطينا الجلاش كده عشان ما ينشفش، وناخد منه ورقتين ورقتين. خدنا ورقتين من الجلاش بالشكل ده، ونغطي الباقي عشان الجلاش ما ينشفش مننا. معانا ورقة الجلاش اهيت، ورقتين. هنحط الحشوة بقى هنا كده، هنفرد الحشوة اللي انتوا تبدأوا بيه. تبدأوا بكنافة، بسبوسة، أي حاجة بالشكل ده كده هنا. بالشكل ده كده. أنا عاملة شوية مهلبية هنحطهم عليها، شوية مهلبية بالكاكاو بالشكل ده كده. وهنلف ورقة الجلاش، احنا مش هندهنها سمنة. هنلف كده ورقة الجلاش بالطريقة دي، ونضغط كويس بالشكل ده كده. بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده. وهنحط دي في الصينية، يعني هنبقى قلبينها كده بالشكل ده كده. وجبت الصينية وهنحط فيها كده الجلاش بالشكل ده كده، ونرصها جنب بعض. ورقتين كمان. هنحط بقى دقيق البسبوسة أو البسبوسة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. جبت مهلبية وحطيتها في كيس، ورحت عاملاها بالشكل ده كده. وهلف بقى الورقتين الجلاش بالشكل ده كده، ونضغط عشان ايه ما نجيش هنا على الحرف هنا، ما نحطش عشان ما تطلعش مننا وهي في الصينية بالشكل ده كده. بالشكل ده هنفضل نلف بالشكل ده كده.
الصينيه ونحطه بالشكل ده كده. بالشكل ده. هعمل كمان واحده معاكم بالشكل ده كده. دي بقى هعملها من غير المهلبيه بالشكل ده كده، وهنلف تضغطوا هنا كده بالشكل ده كده. بالشكل ده اهو. نحطها برضو في الصينيه بالشكل ده كده اهي. دي تبقى على قلبة الصينيه بالشكل ده كده اهو. هندهن دول بقى سمنه بالشكل ده كده. احنا دهنين الصينيه سمنه من قبل بالشكل ده كده اهو. هكمل انا بقى الكميه واوريها لكم في الاخر بالشكل ده كده. هعمل معاكم واحده ميكس كنافه وبسبوسه بالشكل ده كده. بالشكل ده اهو. هلف بقى دي ميكس مع بعض بالشكل ده كده، بسبوسه وكنافه بالشكل ده اهو. نسويها ونلف بالشكل ده كده. نحطها بقى في الصينيه. هندهن بقى بقيه الجلاش اللي احنا عملناه في الاخر بالشكل ده كده السمنه. بالشكل ده كده. هنبدأ نقطع فيه كده بالشكل ده كده. التقطيعة اللي انت تحبيها قطعيه بالشكل ده كده. انا اقطعه كده بالشكل ده كده. انا قطعته بالشكل ده كده وندخله الفرن. بعد ما يخرج من الفرن هوري لحضراتكم. هندخله 15 دقيقة في الفرن على حسب طبعا الفرن بتاعك، يعني كل واحد فينا الفرن بتاعه بيشتغل ازاي. وهنطلعه ان شاء الله واوريه لحضراتكم. كده هنحط عليها الشربات اهو بالشكل ده كده. اتمنى تعجبكم الشكل الجميل ده اهي. طريقة جلاش مش مكلفة، طريقة جديدة وسهلة وبسيطة. بدل ما تشتري من المحلات هتعمليه بطريقة موفرة. ما تشتريش حاجة من بره واعمليها في البيت أحسن ليكي. هتبقى موفرة ليكي في كل حاجة. أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل ده اهو. صينية جلاش جميلة وسهلة وبسيطة هتعجب ولادك. أتمنى تعجبكم. ده شكل الحشوة من جوه بالشكل ده اهي، ولونها من تحت بالشكل الجميل ده اهي. أتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.